فيليه البلط المقلي له 4 أسرار عشان يطلع كريسبي ولونه ذهبي وريحته وطعمه وجماله لما يطلع أبيض من الداخل كده. قرب شايف؟ الله، اسمع معايا كده، يلا مع بعض نعرف الأسرار وطريقة خلي الفيليه وسر التتبيلة وسر الخلطة الجميلة والتلحيسة وأسرار الزيت. وتعلموا الأول طريقة الخلي. بفتح السمكاية من الظهر بالشكل ده كده، وافضل اخلي بالسكينة حتى اوصل للطبقة اللي فوق واطلعها بالشكل ده. والسر الاول اختيارنا للسمك الكبير لما نيجي نعمله فيليه. فتحنا من عند الظهر مباشرة، وهوري لكم حركة دلوقتي برضو تعملوها اثناء الخلي من عند الراس. ديت سهلة وديت سهلة. بنمشي السكينة فوق السلسلة وبنروح معاها من فوق الشوك كده لما نوصل للديل، وناخد البطنية هتطلع معانا ونستغنى عن الراس وكل ده، وناخد القطعة ديت كده من عند الديل. بنمسك بايدينا كده ونمشي السكينة فوق الجلد، سكينة حامية هتطلع معانا قطعة الفيليه سليمة وحمرة بالشكل ده كده. يبقى السر الاولاني اختيارنا لسمك البلط الكبير لما نيجي نعمله فيليه. بنختار دايما السمكية اللي فوق 600 جرام، كيلو الا ربع او كيلو وطالع، بتبقى جميلة. تعالوا اوريكم الحركة التانية كده. هنمسك السمكية من عند الراس من تحت الزعنفة كده، ونمشي السكينة من تحت الخياشيم ونلفها عشان تبقى عملية الخلي برضو سهلة. دي طريقة ودي الطريقة. ونفتح عادي من عند الظهر، هيطلع الجزء معانا، ونعمل نفس اللي عملناه في الأولى. مع بعض هنقول الحكاية حلوة ونبدأها في ذكر الله والصلاة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، واللايك الجميل بقى من حضراتكم كده. ويا رب الطريقة تعجبكم. في شوية أسرار النهاردة كلها مفيدة لحضراتكم. هنغسل الفيليه بعد ما عملنا العملية ديت كده بالكامل، نديله شطفة كمان، ونروح برضو على السر التاني وهو سر التتبيلة. شطفت اهو. هنقطع الكبيرة على 3 والصغيرة على 2. التتبيلة طبعا فيها سنة اختلاف بسيطة. بدل ما نحط فلفل اسمر هنحتاج فلفل ابيض، معلقة من كل نوع بهارات. هنستغنى بقى عن ده كله وناخد الفيليه بس. معلقة توم كبيرة او معلقة ونص مفرومة طبعا. البهارات اهو، ملح، كاري او كركم اللي موجود، والفلفل الابيض، البابريكا او الشطة، والكمون والكزبرة. هنسيب حاجة بسيطة في الطبق، وركزوا على التكات والحركات ديت بالظبط، والمقادير مظبوطة اعملوها. يعني لو هنقلي 2 كيلو فيليه هنحتاج برضو نفس المقادير. جهزنا التوم وقلبنا البهارات والملح كده مع التوم ونقلب كويس. هنبدأ بقى نعصر ليمونتين 3 كده او 4 ليمونات، مفيش اي مشكلة، الليمون حلو للفيليه. وهنحط سنة خل بسيطة، ونزود كده سنة كاري او كركم اللي موجود. وبعد كده هنحط معلقة مستردة، ونزود شوية مية بساط. ادي اهو معلقة مية 2 3. قلبنا. تعالوا مع بعض برضو نعرف سر من اسرار التتبيلة خصوصا للفيليه. هنمسك قطعة الفيليه كده على ايدينا ونبدأ نديلها دهنة كده بالتتبيلة، او نظام التلحيسة كده باللحاسة تتبيلة يعني. في ناس بتجيب التتبيلة وتقوم كبها على الفيليه. محتاج سنة ملح برضو عشان برضو طلعت عدبة او دلع شوية، فلازم نظبط الاداء. شايفين انا بعمل ايه اهو؟ بدهن الفيليه ده، وبعد كده اسيبه شوية بقى يشرب من التتبيلة. نروح على السر الثالث الاساسي. انا قلت سر التتبيلة ان احنا ايه؟ ندهن كده دهان، ولكن سر القلي كله في الحركة اللي جاية ديت بقى، القرمشة والكريسبي. ركز معايا. 1.5 معلقة دقيق، معلقة نشا كبيرة، ونزود نص من عندنا، ونحط باقي البهارات البسيطة اللي احنا سيبناها مع شوية ملح كده وسنة كركم بسيطة يعني عشان اللون ما يفتحش مننا قوي. هنقلب النشا مع البهارات مع الدقيق، ولوج مية 2 3 الواج مية. قلب. دابت معانا التلحيسة الحلوة للفيليه. طيب نروح بقى، عرفنا سر التلحيسة فيها شوية نشا وشوية بهارات كده حلوين. هنروح نعمل الحركة ديت برضو. ادي الدقيق، سنة كركم بسيطة برضو او كاري، شوية ملح بساط، وشوية نشا برضو على الماشي. هننزل الفيليه بتاعنا
ونكمره كده بالدقيق ونضغط عليه بايدينا واحدة ورا التانية كده لما كله يتغمر بالدقيق تماما. وده برضه من ضمن الاسرار. الناس اللي بترش عليه دقيق كده وتسيبه يعجن منها، لا، انا عايزه يطلع القطعة ناشفة بالشكل ده كده. نقدح بقى الزيت ونعرف الزيت اتقدح ازاي. ركزوا، حتة عجينة عملتها بايديا، عامت اهو على وش الزيت، يبقى كده الزيت سخن. ننزل الفيليه بتاعنا على درجة حرارة مظبوطة، اللي يبقى الزيت سخن جامد ولا بارد جامد. هننزل قطعة الفيليه بعد ما نطلعها من الدقيق كده وننفضها كويس في قلب التلحيسة، وننزلها في الزيت السخن. طبعا انا حاطط الطاسة على الجريل، هنقلها على عين البوتاجاز عشان الزيت بتاعنا يسخن شوية، لان هو كده برد حبتين، فلازم نعلي تحت منه النار. عليت النار شوية عشان الزيت يقوم معايا، ولما يسخن اهدي النار. ركزوا، ما قلبتش الفيليه الا لما شد، يعني ايه، تمالك نفسه في قلب الزيت. قلبته اهو نفس اللون كده، واطلع بقى الفيليه بتاعنا. وده برضه من ضمن الاسرار اللي هي اسرار القلي. ننزله في زيت سخن ونهدي الزيت شوية، وبعد كده ننزل بالكمية كاملة ونعلي النار، يسخن الزيت نهديه. ركزوا في اسرار القلي ديت بالذات، بتفرق كتير قوي. وبعد ما نخلص هنصفي الزيت بتاعنا كده بالمصفى السلك بتاعتنا، هيطلع رايق زي الفل. ركزوا، الزيت سخن، بنزل الفيليه فيه وبعد شوية بهدي كده. مستحيل الفيليه يشرب زيت وكمية الزيت هتفضل زي ما هي، يعني مش هنخسر. ولما نيجي نطلع الفيليه نستنى لما نصفيه. بص 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 اهو، صفيته ما عادش فيه زيت خلاص، اطلع. اسرار كتيرة قوي، ومش عايزين من حضراتكم غير 3 ثواني نحط رأي جميل ونشارك الفيديو ده للغير، ونقول رأينا في التعليقات بأي كلمة حلوة كده. وبص على الجمال وقرب، شايف؟ الله، يا سلام على الجمال. بص بص بص، تعالى، شكل وطعم وريحة ليها العجب. جربوا يا جماعة وادعوا لي بالله عليكم. والقرمشة من بره الطبقة مقرمشة، وقطعة الفيليه بص بص تعالى، مهما تحدف فيها سليمة زي ما هي، ولكن طرية وهشة من الداخل، كريسبي من بره وطري من جواه. بص بص، ركز. يلا نشارك للغير عشان كل الناس تستفيد برضه، تعرف الأسرار ديت. وإن شاء الله في أسرار حلوة جاية في الأيام القادمة. اعملوا متابعة لو مش متابعين، ورش البهارات كده. أما الدقة ديت بقى وصوص الطرطار، إن شاء الله هعمل لكم فيديو للدقة ديت قريبا، واللي عايز الطريقة ديت يقول لي في التعليقات. ونشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.